مساء الخير عليكم. معاكم طارق مهدي. انا النهارده جاي اتكلم على موضوع متابعه الاحداث او الفولو اب على الاحداث اللي بتحصل وعلى تاثيرها على البرفورمانس او اداء السيلز. طيب تمام، انت النهارده كسيلز محتاج ان انت تكون اوير بكل الاحداث اللي بتحصل في البلد، من احداث اقتصاديه لاحداث سياسيه لحتى شبكه الطرق اللي بتتعمل في البلد، ايه تاثيرها عليك. هتستفيد ايه من الموضوع؟ هتستفيد ان المعلومات العامه اللي هتطلع منها من الحاجات دي هتقدر تحسن من ادائك، هتقدر تديك معلومات اكتر في البرزنتيشن اللي تعملها للكلاينت بتاعك، هتقدر تخلي عندك انفو كويسه جدا لو الكلاينت بتاعك سالك الاحداث دي بتاثر عليا ايه كمالك وحده، الاحداث دي بتاثر على ايه، فتقدر يكون عندك الاجابه. تعالوا ناخد منها مثلا مثل كده وناخد منها حاجه. لو احنا قلنا ايه تاثير الاحداث الاقتصاديه اللي بتحصل علينا دلوقتي وانا كسيلز، هي هتفرق معايا ايه؟ هتفرق ان انت النهارده لو كنت بتعمل برزنتيشن او بتعمل فيزابيليتي ستادي او دراسه جدوى للكلاينت بتاعك وبتقول له انت بتعمل اسيت ابريشيشن في السنه 8 10 12%، ده نوت اني مور دلوقتي بسبب الديفالويشن وبسبب الانفليشن اللي بيحصل، فالارقام اتغيرت. فلو انت متابع الاحداث كويس قوي هتقدر ان انت تابديت البرزنتيشن وتابديت الفيزابيليتي ستادي اللي انت عاملها وتبدا تدي ارقام اكيوريت اكتر للعميل بتاعك. طيب لو احنا قلنا مثلا الاحداث السياسيه ان في حاله حرب مثلا في غزه او الحاجات دي كلها، ده ممكن ياثر علينا ايه؟ ان انت النهارده، وده حصل بالفعل، ان انا جالي كلاينت كلمني قال لي طارق انا خايف انا قلقان، طب هو لو حصل حرب الوحده اللي انا شاريها هيحصل فيها ايه؟ طب انا هفضل ملتزم بالاقساط اللي فيها، انا ممكن شغلي يقف، الكلام ده كله. بتقدر حضرتك تبقى عشان متابع الاحداث دي فانت محضر نفسك وفاهم العقد بيقول ايه في عند المطورين بالنسبه لحاجات زي كده، فتقدر تقول له ان ده حضرتك بيبقى حاجه اسمها فورس ماجير، بتبقى قوه قهريه وبنودها بتكون كذا وكذا وكذا. لو انت برضو في نفس الوقت بتتابع الاحداث، طرق المواصلات، شبكه المواصلات اللي بتتعمل دلوقتي بتاثر عليك في ايه، فانت النهارده هتبقى فاهم ان في حاجه اسمها مونوريل وفي حاجه اسمها قطر السريع. فلو انت بتبيع في حاجه من الحاجات دي او بتعمل برزنتيشن للكلاينت بتاعك في ديستنيشن بيتعدي منها القطر السريع او المونوريل، هتقدر ان انت تقول للكلاينت انت عندك ادفانتج يا كلاينت ان انت المونوريل اللي بيعدي من عندك، فلو عندك عماله، عندك سواقين، عندك حد او اي حد هيقدر يستخدم المونوريل، فهيبقى بالنسبه لحضرتك ادفانتج ان هو موجود في المكان اللي انت بتشتري فيه. نفس القصه برضو حتى لو قلنا الديستنيشنز الجديده اللي معموله زي مدينه العالمين، زي العاصمه الاداريه، ان حتى العمق العقاري اللي هم بيأثروا فيه والفكر اللي معمول بيهم بيقدروا ان هم يغيروا احداث كتيره. فبدل ما انا مثلا كنت زمان بقول ان انا ببيع الساحل الشمالي على ان هو سمر ديستنيشن او مكان المصيف، لا، هو اتجاه بتاع الدوله في مكان زي ده ان هي يخليه حاجه مدينه شغاله صيف وشغاله شتاء، هيبقى فيها مدارس، هيبقى فيها جامعات، فهتبقى الديستنيشن مختلفه خالص. لو عندك اسئله، لو عندك استفسارات، اعمل فولو ليا، تابعني، ابعت لي في الكومنتس وانا هرد عليك. ميرسي قوي ليك، شكرا.